فاكر زمان لما كانوا بياخدوا الخيل التعبانه من الشارع رفق بالحيوان، دلوقتي الشرطه وزاره الخيل بتعمل كده. انت مش ده عامه الدوله عاملين شغل جامد قوي مع الحيوانات عامه، مش الخيل بس، حتى الكلاب وبتاع. دلوقتي لو لقى حد بيضرب كلب من فضلك سوح. ماشي طبعا. لا طبعا الرحمه بالحيوان ده شيء انساني مقدس وما حد شيء، وده مقياس تطور الامم. بس انا عندي الحصان ما بيتحطش مع حاجه، فاهم؟ الحصان في حته لوحده تماما. يعني انت اهانه الحصان دي، الحصان اولا راسه قصد دايما فوق، ما انت توصله راسه تبقى لتحت، دي جريمه. انا يعني انا بشوفها يعني انا هقول لك انا دخلت مجال الانقاذ ازاي. انا اصلا طول عمري بروفيشنال فيت، يعني بعالج خيل الملوك وبعالج خيل لغايه النهارده المسؤول عن خيل الملك وانا بكلمك حاليا، فاهم؟ ف ايه اللي دخلني في خيل الزباله وخيل مش عارف ايه وبتاع؟ احكي لك القصه دي بالصدفه البحته دخلت هذا الموضوع، عمري ما اسيبه. يعني انا مفيش حصان هيتعرض عليا النهارده انا جايب 180 حصان من الشارع، اقل حصان فيهم يشهد الله مكلفني اقل حاجه 20,000 جنيه اقل حاجه، فاهم؟ وفي خيل بتبقى اكتر من كده، خيل مصاريف نقل لوحده ب 3000 جنيه وساعات نقل بيبقى 6000 جنيه وجايبه من محافظه بعيده والحمد لله اي دونت تيك دونيشنز ابدا، تبرعات. مش عشان حاجه. انت عارف انا لو كانت وقفت معايا كنت ممكن اعمل جمعيه او ادخل في جمعيه خيريه، انا ربنا كرمني بيهم. يا اخي سبحان الله. مره يا باسل بنقذ حصانين، مش بنقذهم انا، يعني كنت بلف في منطقه كده ولقيت 2 خيل مش متهانين، هياكل عظميه. لو تقدر تجيب الهياكل العظميه تقدر الحلقه اسمها كده هياكل خيل هياكل عظميه. انا عاوز اوريك بس المنظر، انت مش هتصدق الخيل دي منظرها عامل ازاي. بص 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 عامل ازاي، مش هيكل عظمي طبعا. ده كان الكلب بتاعي باجيرة بس الله يرحمه مات. بص بص المنظر عامل ازاي. حرام. ايه ده حرام. لا انت مش متخيل. عايش اصلا عايشين. ايه ده عايشين الضلوع بتاعتهم، وفيهم واحد قام اصلا. لو شفت الحمد لله معجزه، عنده واحد مات واحنا قاعدين واحنا في لحظتها بعد شويه. بس كميه بقى الاصوات اللي بيطلعوها اما تشوف حصان. عارفين حصان ده اللي هو بيبقى عشان بني ادم يمسكه محتاجين 10 بني ادمين يمسكوه. اما توصل انه تلاقيه بيصوت بيعمل كده. انا جبتها كذا مره في حلقات بيعمل فاهم. فانا لما اشوف المنظر زي ده وسبحانك يا رب بعد ما بيقوم. الخيل دي مثلا انا ما كانش معايا فلوس ساعتها. شوف حتى كنت لسه بوضب المكان بتاعي، كنت واخد مكان والله العظيم ما كان معايا فلوس. كان معايا فلوس قسط بيت، ماشي، قسط يعني بدفعه عشان عاوز اجيب حاجه، يعني ما فيهوش هزار، يعني حاجه ايوه ما فيهاش هزار بيتك يعني. وبعدين مشيت وقعدت انا كنت صعبين عليا بقى بتقطع وانا ماشي. بس قلت يا ربنا. السواق بتاعي كان معايا ساعتها قال لي ايه، بقول لك يا دكتور احنا انت عملت اللي عليك وخلاص، بدل الفلوس مش مكمل، لان هو مش مجرد انت هتجيبه بس، هو ليه بقى مصاريف تانية. ايوه دواء بقى وانا عندي بلاوي سودا. النادي كان كله بعمله من اول وجديد، وكنت يعني كانت الدنيا عندي خربانه خالص. فكان معايا فلوس اللي هي بتاعت قسط معين. المهم مشيت وقمت راجع قلت له اقسم بالله انا جايبهم حتى حصل ايه. رجعت اديت للعيال دي 6000 جنيه عيال البلطجيه دي، بس طبعا ما اديتلهمش هم هيموتوه، فاهم؟ الشرطه هتفتح تجيبهم. العيال اصلا انت مش متخيل كانوا عاملين حفله عليهم واقفينهم في النص، وحفله واحد طف سجاره فيه، فاهم؟ حاجات غريبه، مناظر يعني تحس ان دول مش بني ادمين اللي عايشين دول. ايه ده بقى فانا قمت عامل ايه بقى، قمت راجع قلت طز في البيت وطز في اي حاجه، وقمت راجع اقسم بالله بس دفعت الفلوس. وبعدين روحت جايب محاليل وجايب ادويه وجبت حاجات ونمت مع الحصان حتى فيهم غير تاني يوم، ماشي. واحد فيهم مات بالليل وواحد فيهم عاش بتاع شهر ونص اللي هو بيبي ده التاني الناحيه التانيه ده كان البيبي بتاعه. هات كده اخر الحلقه من فضلك اما الحصان قام. بص الحصان بيعيط. بص الدموع دي الحصان بيعيط اصلا من مناخيره مش من عينه، بس عشان القناه الدمعيه هو ده بعد ما وقف هو اللي كان بيعيط، هو اللي كان شوف بعد ما وقف. الناس اللي بتشوفوا هنا ده يا جماعه ده مش فيك، ده حقيقه، فاهم؟ الخيل دي حقيقه. والخيل دي شوف المنظر بتاعه عامل ازاي، بيبص لي اللي هو بيقول لي يا عم كتر خيرك، فاهم؟ والله فاكرني من هنا ارجوك، اقسم بالله بيقول لي كتر خيرك. على فكره ما شاء الله، يعني هقول لك حاجه بصراحه، انت من اكتر الناس اللي شفتها متحمسه وعن حاجه وباين قد ايه انت بتحبها من قلبك بصراحه. والله ما بهزر. اقول لك على حاجه، ده حب الخيل. لا بجد ما شاء الله يعني في كميه شغف وباشن مش عادي ما شاء الله. يعني ايوه ما شاء الله طبعا هو بيحب الخيل جدا. بس انا بقول لك كل من يحب الخيل بيبقى عامل كده.